السلطان سليم الأول ويلقب بالسلطان الغازي كان واحد من أقوى سلاطين الدولة العثمانية. اسمه بالكامل سليم ابن بيزيد ابن محمد الفاتح، وكان تاسع سلاطين الدولة العثمانية والخليفة رقم 74 للمسلمين. اتولى الحكم سنة 1512 ميلاديا واستمر لمدة 9 سنين بس، لكن خلال الفترة دي قدر يوسع الدولة العثمانية بشكل كبير وسيطر على أهم طرق التجارة البرية، وكمان حول الفتوحات من أوروبا والغرب للمشرق العربي. سليم الأول كان عنده ألقاب كتير زي القاطع والغازي زي ما قلنا من شوية، وده كان بسبب شجاعته وقوته في المعارك. اتولد السلطان سليم الأول سنة 1470 ميلاديا في مدينة أماسيا، ويا رب أكون بقول الاسم صح. المهم إن المدينة دي على ساحل البحر الأسود، ووالده السلطان بيزيد الثاني ووالدته السيدة عائشة كلبهار خاتون، ومحدش يقول لي يعني ايه كلبهار عشان انا معرفش. السلطان سليم من صغره هو بيحب الحروب والمعارك، وده كان عكس اخواته اللي كانوا مهتمين بالسياسة اكتر، وعلشان كده والده عينه والي على طرابزون. لكن في اواخر عهد بيزيد بدأت الفتن الداخلية تشتغل، والسلطان سليم ما كانش راضي عن منصبه، فطلب من والده ولاية في اوروبا، بس السلطان بيزيد رفض. وقتها اخوه الامير احمد بدأ يخاف من طموحات سليم، خصوصا بعد ما انتصر على التحالف التركماني الصفوي في اسيا وقرر يستعرض قوته في القسطنطينية. سليم رد عليه باعلان العصيان على والده، وبسبب اصراره اضطر السلطان بيزيد يعينه والي في اوروبا. لكن بعد كده حصل اتفاق في الديوان على تولية الامير احمد الحكم، وهنا سليم اتضايق جدا وسيطر على ادارنا واعلن نفسه سلطان. لكن ابوه السلطان بيزيد وقف له وهرب لبلاد القرم سنة 1511. بعد فترة بيزيد سامح سليم وسمح ليه بالرجوع. برضو الاب اب يا جماعة، بس للأسف ابوه ما كانش عارف ان سليم ملوش امان، وده عشان كان معاه قوة من الانكشارية، والانكشارية دولت فرقة مشاة في الجيش النظامي العثماني، بس ليهم نظام خاص بيهم بسكناتهم العسكرية ورتبهم وامتيازاتهم، وكانوا اقوى فرق الجيش العثماني واكترهم نفوذ. وراحوا للقصر وطلبوا من السلطان بيزيد التنازل على العرش لسليم، وبالفعل في 25 ابريل سنة 1512 بقى سليم الاول هو السلطان الجديد. واول حاجة عملها كانت القضاء على الفتن الداخلية اللي بدأها اخواته. بعد ما الدنيا هديت والحكم بقى مستمر، بدأ سليم الاول في التوسع، لكن كان عنده مشكلتين كبار، وهما ان المد الشيعي الصفوي اللي بدأ ينتشر في العراق وايران، وكان بيشكل تهديد مباشر للدولة العثمانية، وده عشان الشاه اسماعيل الصفوي اللي حاول ينشر المذهب الشيعي في الاناضول، وده اللي خلى السلطان سليم يدخل في معارك ضده. وبالفعل ينتصر السلطان سليم الاول في معركة وادي جلدريان سنة 1514 ميلاديا، وده ساهم في تثبيت الامن والاستقرار للعثمانيين في المنطقة. اما المشكلة التانية فكانت خطر البرتغاليين واللي حاولوا الاستيلاء على مكة والمدينة، وده كان عامل تهديد للأراضي المقدسة في الوقت اللي كانت فيه الدولة المملوكية ضعيفة ومش قادرة على مواجهة البرتغاليين. وأدرك السلطان سليم ضرورة التدخل العثماني، فقرر القضاء على حكم المماليك والسيطرة على مصر والشام، والكلام ده كان سنة 1516. دخل السلطان سليم الأول الشام، وفي الوقت نفسه كانت الأساطيل البرتغالية تحت قيادة بوكيرك، واللي حاول يسيطر على الخليج العربي بشكل عام وقبر النبي بشكل خاص، وده كان بهدف مقايضته ببيت المقدس. وده بيؤكد ان فكرة السيطرة على المسجد الأقصى مش حاجة جديدة. المهم المماليك طلبوا المساعدة العثمانية، فاستجاب السلطان بيزيد الثاني وبعت لهم دعم. لكن بعد تولي سليم الأول الحكم وأدرك حجم الخطر اللي بيمثله البرتغاليين والصفويين مع بعض، فقرر القضاء على المماليك.
في معركتي مرج ضابق سنة 1516 والريدانية سنة 1517، واتعدم ساعتها السلطان طومان باي، وهنا تم القضاء على المماليك وتثبيت السيادة العثمانية على مصر، وده اللي اعتبره الناس احتلال وغزو لمصر، وكل ده علشان يمنع اي تحالف بين المماليك والصفويين. وبالسيطرة على مصر والشام قدر السلطان سليم تأمين الخليج العربي وحماية مكة والمدينة، وأحبط محاولات البرتغاليين للسيطرة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد انتصار السلطان سليم على المماليك، أمير مكة الشريف بركات بعت لابنه ومعاه رسالة بتقوله إن الحجاز بقت تحت السيادة العثمانية، والسلطان سليم الأول استلم مفاتيح الكعبة ومعاها بعض الآثار النبوية زي شعيرات من لحية الرسول صلى الله عليه وسلم وقوسه وسهمه، وده خلاه ياخد لقب خادم الحرمين الشريفين، واللقب ده فضل مرتبط بالسلاطين العثمانيين بعد كده. بعد كل الانتصارات دي رجع السلطان سليم الأول لإسطنبول، لكن حصلت فتنة شيعية في الأناضول، فبعت جيشه وخلص عليها، وبعدها بسنة بدأ يستعد لحملة جديدة والمفروض إنها كانت ضد المجر، لكن فجأة تعب بسبب دم ظهر بين كتافه، والتعب زاد عليه جدا، ولما الدكاترة فشلوا في علاجه قعد يتألم لمدة شهرين لحد ما توفى يوم 22 سبتمبر سنة 1520 ميلاديا وهو عنده 51 سنة. خبر وفاته اتخذ بسرية تامة خوفا من أي اضطرابات تحصل، ولما وصل ابنه سليمان القانوني استلم الحكم رسميا، ودفن السلطان سليم الأول في اسطنبول لوحده زيه زي جده محمد الفاتح. وبكده تبقى انتهت حياة واحد من أعظم السلاطين العثمانيين اللي خلال 9 سنين بس قدر يغير شكل الدولة العثمانية تماما ويوسعها بشكل ما حصلش قبل كده. وسؤالي ليك دلوقتي، انت شايف ان السلطان سليم كان قاتل ومحتل ولا كان قائد ذكي وحامي قبر الرسول؟ قولي رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.